اسمعوا لي بالله القرمشة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكن. مثل ما عودناكن كل يوم بدنا ننزل طبخة جديدة. اليوم حبيته عمل فلافل مقرمشة، ما بدها غير مكونين أساسيين هن الحمص المنقوع والبقدونس. طبعا مع التوابل الملح والفليفلة والثوم والكمون والمي وباكنج باودر. هن بس كم قطعة أساسيين. هدول التوابل كل واحد حسب الرغبة يشكل. أول شي ناخد الحمص المنقوع 12 ساعة على الأقل، نحطه بالفرامة نضيف البقدونس، نحط كمية قليلة. هاي البقدونس ربطة كانت لكيلو حمص، ونضيف سنين توم، سنة كبار شوية، ونضيف مي شي تقريبا نص الكاسة، ويتم الخلط. وأكيد المي ما رح نحطه دفعة واحدة، رح نشوف أولا الحمص حسب الكمية اللي حطيناها مع كمية البقدونس، وكل مرة شوي شوي نضيف المي. هاي كمان ضفنا كمان شوي شوي مي ليصير، وحسب الفرامة اللي عندكن. هلأ أنا الفرامة وسط عم أعملها على دفعات، انتن في فرامات يدوية، في هاي على الكهرباء، يبقى حسب. بس المهم القوام لازم يكون مثل هلأ انتو شايفين، القوام يكون شوي طري، ممنوع يكون ناشف. يعني الطراوة مهمة كتير كتير في هاي الشغلة. وهلأ بعد ما ضفنا كل شي، فرمنا كل شي، نضيف الملح ونضيف الفليفلة. شي هذا كله تقديريا انتن شلون تحبون. يعني راح معلقتين لمعلقتين ونص تبعت شاي التوابل. والكمون حطيته أنا 3 معالق، بتقدروا تحطوا 4 كمان، حطيته 4 بس أكتر ما أنصح، لأنه بعدين الفلافل تصيروا سود. وهاي الباكنج باودر، وأنصحكن أنتن تحطوا الباكنج باودر مثل أنا عملته، حطيته المي فوق الباكنج باودر بشان ياخد مفعوله أسرع. وهلأ بدنا نحرك الأكل كلته المزيج، وراح تشوفوا الطراوة. وكمان لازم يكون مي، يعني يصير فيه شوية من الطراوة بشان لنخلص كمان هو راح تنفش حبة الحمص وتجي طعمة القرمشة. وهذا هو السر اللي عم أقولكن عليه بشان تصير القرمشة. وأكيد لازم نعيفه ربع ساعة تخمير على طرف. ونضيف هلا الزيت، لتر كامل حطيته. لازم الفلافل يتغطى في الزيت كامل، يعني ما يصير يكون الفلافل يكونون فوق الزيت، لازم يكون الزيت كتير مغطى عليهم. وأرجع أذكركم نقطة كتير كتير مهمة، الحمص لازم ينقع قبل أقل شيء 12 ساعة، 12 ل 15 ساعة. بعد ما نقعناه نغسله كويس مرتين 3، وبعدين نبلش نفرم الحمص. وهلأ يتم تشكيل الفلافل. وهاي النقطة اللي عم أعملها في النص، هاي أنا حابة أعملها بشان أعرف إنه عم أقلب الفلافل مرة ومرتين، عشان أعرف إنه قلبتون هلا، يعني عشان يصير كلن نفس اللون. وشوفوا هذا المي لا تقولوا كتير أو صارخ غلط، لا ما في شي غلط. لازم كل شوية تحركوا العجينة، بس لا تروحوا تخربطوا بين عجينة الفلافل والمشبك. المشبك ممنوع يتخربط، بس هذا مسموح. شوفوا لي على المنظر، ذهب صافي 100%. اللون كله نفس المتجانس، كله نفس الصفار، ذهب خالص 100%، عيار 24. وهلا بشان الصوص كل واحد يبقى حسب هو ايش يحب ياكل، بس انا حابة دايما اعمل تبع الطحينة. وهذا مكونات قليلة مثل ما شايفين، طحينة
هاي الطحينة شوي رقيقة، يعني إنه يبقى حسب الطحينة هي تقلنا إيش قد بدها مي وإيش قد بدها ليمون. هاي حطينا شوية طحينة ونضيف عليها الملح كمان، هذا تقديريا كل واحد حسب الشكل اللي بده، نص معلقة فليفلة وكمون. هدول أساسيين لازم يكونون في التوابل في الخلطة. وهون نحط الليمون، هذا الليمون عصرته، حطيت تقريبا ليمونتين. ونحط المي بعد ما نخلط المكونات كلتن، نحط المي. طبعا راح يصير معكن هيك اللون تقولوا يمكن خرب او شغله شيء يقطع، بس لا تفكرون، تشوفون مثل ما يبين في الفيديو تقطعت الطحينة، هذا الشيء عادي. بدنا نضل نخفق ونضيف شوية مي كل مرة شوي لا تصير الصوص متجانس. وطبعا إذا صار كتير رقيق تقدروا تضيفون عليه طحينة، وهذا هو القوام، هيك لازم يكون. بس بدكم تديروا بالكن على كرشكن إذا رح تتابعوني. وبهيك خلصت وصفتنا لليوم. إذا عجبكن لا تنسوا اللايك والمتابعة، واكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا تشوفوا بالحلقة الجاي. كان معكن كرشك بإيدك، صحة وهنا على قلوبكن.